مشاريع تربية نحل العسل من المشاريع الناجحة والمجدية اقتصاديا للمزارعين بشكل عام وللمرأة الريفية بشكل خاص. فضيلة واحدة من اللواتي فضلن تشمير سواعدهن والغوص في هذه المغامرة التي لطالما كانت حكرا على الرجال فقط. فالبداية كانت بدعم مالي ثم قرض لصيغة أونجيم. هي أنا المهنة هذه كيفاش تاع تربية النحل كيفاش حبيتها. كنت نروح مع خويا، هو عنده نحل، كنت نروح معاه نعاونو في ليكادر، نعاونو كي يغذي النحل تاعو في الشتاء نروح معاه. ومن بعد كي شفت هكا ديما نعاونو وليت انا شغل نخدم في بلاصتو. ومن بعد قلت انا وعلاش ما نخدمش نحل، وعلاش هدرت هكا مع روحي قلت علاش غير راجل اللي صافي يربي نحل حتى انا نروح نربي نحل. ومن بعد كي لجأت للتكوين ديال الدبلوم تاعي رحت لمقاطعة الفلاحة، حطيت هكذاك دوسي باسكو شريت علاش شغل شريت بدراهمي. ومن بعد لا بونك رومبورسات لي. ومن بعد زدت درت بروجي تاع لونجيم. ومن بعد كي درت بروجي هذا تاع لونجيم ان شاء الله اليامات هذو ان شاء الله يكون عندي. بديت ب30 غوش، وبالقرض تاع لونجيم ان شاء الله انا رايحه نزيد يكونوا عندي 40 ستادير يولوا عندي 80 روش، وان شاء الله نبدا درجه بدرجه وان شاء الله نطور روحي. تسويق منتوج هذه الفلاحة اقتصر بيعه على الجيران والأقارب في ظل غياب الجهات المعنية التي من المفترض مشاركتها في تدعيم هذه المرأة وتحفيزها من هذه الناحية. العسل تاعي انا هاني نسوق فيه، هاني نبيعو هكا في برا، هاني نبيعو 400 ميل. وماذا بيا حنايا كنحالات لو كان الدوله صافي يدعمونا ويوقفوا معنا. ماذا بينا حنايا العسل في الجزائر ما نولوش نخدموه غير للدواء، نولو صافي يشربوا في القهوه نورمال. ماذا بينا حنا المنتوج تاع العسل نولو نسوقوه رخيص باش يولي المنتوج تاع العسل مليح. موت النحل غالبا هو المشكل الرئيسي الذي يواجهه صاحب هذه المهنة، والأسباب متعددة. مطالب بالجملة تحمل هذه الفلاحة للجهات المسؤولة. المشاكل اللي راهم عندي انايا هنايا في النحل، تتفاصو راني ديماريت ب80 روش، ما عنديش مشاكل كبار. مي بصح انايا دوكا كي جيت نوكل النحل تاعي باسكو يكون نحل فرخ جديد لازم في الشتا نغذيوه. ومن بعد انايا كي تصب الشتا وتكون ما كاش طريق، انا خطره هكا جيت لقيت سات لي روشات ماتولي، وانا ماذا بيا ما نكونش في الخساره. وكاين فلاحين ثاني، كاين فلاحين ما عندهمش هكا نحل تاعهم وين يرعاو، ما عندهمش الجنان وين يرعاو. ماذا بينا نطالبوا بمدير الغابات يحل لنا هذا المشكل. وما انايا ماذا بيا يحلوا لي المشكل على هذا الطريق، باسكو ماذا بينا حنايا نكونوا ناجحين في النحل تاعنا، ماذا بينا ما نكونوش في الخساره. باسكو لو كان السلطات تسقم لنا الحاله هذه تاع المشاكل حنا نكونوا. هذه المرأة الشابة مثال عن المرأة الريفية المكافحة التي تمكنت من دخول عالم المقاولاتية من بابها الواسع. مشاريع صغيرة، لكن رغم كل العقبات والصعوبات التي تواجهها إلا أن طموحها لفرض وجودها في المجال الفلاحي ينبئ نجاحها وتطورها في مستقبل قريب.